سبايدر مان ميم. شخصية أدريان ده مسخرة بجد قوي. المشهد ده كله هو بيقابل نفسه من بعد تاني من أكتر الحاجات اللي ضحكتني، خصوصا لما الاتنين بقوا يقلدوا حركة سبايدر مان المشهورة. عشان محدش يتلخبط، ده مش معناه هنشوف شخصيات من مارفل في عالم دي سي، ده هزار عادي كده. زي ما شفنا ديدبول قبل كده بيهزر على شخصية باتمان في أكتر من مرة، بس دي يمكن أول قلشة مسموعة لأحد شخصيات مارفل جوه عالم دي سي، بس الصراحة اتعملت حلوة قوي. Who are you? I'm Batman. كمان شفنا مفاجأة الحلقة وهو ليكس لوثر، واللي ظهوره ده بيمهد بشكل ما لفيلم سوبرمان القادم مان اوف تومورو، وفي خلال الفيديو هقول لكم ازاي. كمان اخيرا بيس ميكر بيعرف انه فعلا مجنون مش مثالي زي ما هو فاكر وبيحكموا النازيين. وفي الاخر بنشوف الناس بتجري ورا ليوتا عشان بشرتها سودا وبيجروا وراها زي افلام الزومبي، وايكونوموس بيعترف بكل حاجه. واهلا بيكم في شيف افلام، وفيديو النهارده هشرح واتكلم عن كل حاجه خاصه بالحلقه السادسه من مسلسل بيس ميكر. بس الاول اتمنى انكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو لسه مش مشترك علشان دعمكم بيفرق معايا. ويلا بينا. الحلقه السادسه من مسلسل بيس ميكر اسمها الجهل هو كريس، وده زي اشاره لجمله الجهل نعمه، عشان كريس رايح جاي على البعد ده ومش واخد باله من اي حاجه غريبه. لكن لما اميليا دخلت العالم وابتدت تشوف الناس في الشارع لاحظت ان في حاجه غلط، ومع كريس عرفت ان العالم ده عنصري وبيحكموا النازيين اللي الشعار بتاعهم بيلاقوه موجود على العالم الامريكي. وزي ما توقعنا قبل كده البعد ده اسمه العالم اكس من الكوميك، واللي فيه النازيين كسبوا الحرب العالميه وبقوا مسيطرين بفكرهم على كل حاجه. وكريس ما كانش شايف ولا حاسس بده غير لما اميليا نبهته، عشان كده الجهل هو كريس. والحلقه بتبتدي باننا نشوف الثلاثي قاعدين في مطعم بيتغدوا مع اميليا، والدنيا حلوه جميله في عيون كريس اللي حاسس نفسه عايش الحلم اللي نفسه فيه من زمان. فابوه واخوه معاه وجنبه اميليا اللي بتحبه، ومش عارف امتى يعتبر ثابت ريك فلاك جونيور، بس حاليا واضح ان مع كريس خلاص. ونشوف شويه اطفال حابين يتصوروا سيلفي مع الاب بلو دراجون، وفي الاخر اميليا هي اللي بتصورهم. ونشوف بعدها زي وشهم كلهم بيسيح في بعضه، وده عشان جيمس كان يقول لنا ان الوشوش المبتسمه دي كلها فيك، كل حاجه غلط هنا من الناس نفسها لحتى وجود كريس معاهم، فكل حاجه غلط وفيك. بعدين بنشوف الشله كلها متجمعه وراحوا عند بيت ادريان على اساس يفتحوا عنده البوابه، علشان مفيش حد عارف ان ادريان هو الفيجيلانتي، محدش عارف وشه. وبنقابل ام ادريان اللي بهدلت الدنيا وماشيه وراهم بتتكلم كتير، وهو يقول لها يا ام كفايه خليكي عندك مش تيجي ورايا، وهي تقول له ماشي وماشيه برضه وراهم. وبنفهم ان ادريان معرفه كل حاجه عن صحابه في الفريق بس بشكل مختلف، زي ان اميليا كانت حبيبته بس سابها عشان هنقول مجنونه، والست سيحت بكل حاجه قدامها. بعدين بنشوف اوضه العمليات بتاعت ادريان واللي رهيبه كلها فلوس ومخدرات تخليه مليونير، بس هو محترم يعني، ودي حاجات محرزه من العصابات اللي اقتحمها وسايبها في بيته عشان خايف الحكومه تسرقها او تستغلها، بس هو مش بيصرف منها عشان يشوف كل الباقي ياخد منها شويه. بعدين بنشوف ليوتا بتفتح شنطه الابعاد قدام اوضه فيها شويه العاب لادريان على امل انه يبيعها بعدين وتخليه غني، مفيش دماغ خالص. وليوتا بتعرف تظبط اعدادات الشنطه زي ما كان كريس عمل قدامها، والبوابه تفتح بعد ما طيرت الفلوس والمخدرات عليهم، ونشوفهم يدخلوا واميليا منبهره باللي شايفاه، والكائن اللي شكله فضائي بيطلع برضه عشان يحرق اللي بيحرقه دايما. وليوتا تحاول تسلم عليه بس ما يعبرهاش زي ما كان بيعمل مع كريس. وايكونوموس حتى بيشبهه بالزينومورف، وده وحش عالم افلام الين واللي كنت لسه بحلل المسلسل الخاص بيه الفتره اللي فاتت. بعدين بنشوف العميل فلوري وهو بيعرف ريك فلاج ان بيس ميكر مفقود وجودا ماستر مش عارفين فين، وكمان اميليا وايكونوموس اختفوا، ودي حاجه تضايق ريك طبعا، بس هو مش فارق معاه كل دول، هو المهم عنده ينتقم من بيس ميكر. عشان نشوفه بعدها بيطلب طياره تاخده على سجن بالريف، ونشوفه هناك بيقابل اكس لوثر، وده يعتبر اكبر كاميو حاليا للمسلسل، بس اعتقد اغلب الناس ما اتفاجئتش قوي لاننا يعتبر كنا متوقعين ظهوره. واللي بنشوفه وهو ماشي سند العكاز، وده عشان لو ناسين كان كريبتو بهدله ضرب في فيلم سوبرمان. بعدين بنشوف الاتنين بيتكلموا وليكس يفتح كلامه معاه ان اخر مره اتقابلوا كان ريك فلاك بينكر ان الميتا هيومن مش تهديد، وده عشان لما الاتنين فعلا اتقابلوا في البنتاجون كان ريك وقتها معرض لفكره القبض على سوبرمان، وكان معرض لفكره ليكس لما كان عايز يعمل قوه تدافع عن البلد بقياده الترا مان. فليكس بيفكروا بكده ويقول له انه واضح ان الميتا هيومن بقوا يستولوا على العالم، وريك يقول له يعني، فليكس يقول له انت عندك دلوقتي سوبرمان وعصابه العداله هي اللي بتحدد السياسه الدوليه، وده عشان بيقصد اللي عملوه لما وقفوا حرب بوليفيا. وليكس متضايق انه محطوط في سجن في ميتا هيومن معاه ومحكوم عليه ب 265 سنه سجن، وريك يعمل معاه ديل ويقول له هنقلك من السجن ده في مقابل ازاي الاقي بوابه بتفتح ابعاد تانية واللي بيتحكم فيها واحد اسمه بيس ميكر، واللي ليكس مش عارفه عشان هو مش ميتا ومش همه. وفي الاخر ليكس بيوافق يساعده في مقابل ان ريك هينقله في سجن تاني اسمه فان كول، وده في الكوميك سجن موجود في متروبوليس، فيعتبر حاجه كويسه لليكس. بما ان ليكس دلوقتي عرف بحوار بوابه الابعاد اللي مع بيس ميكر،
فغالبا اتوقع انه بشكل ما هيقدر يحط ايده عليها عشان يستغلها في اي حوار زي ما كان بيعمل في البوكيت دايمنشن. وبسبب كده ممكن نشوف حد زي برينياك بيخرج منها، وللاشاعات كتير عليه بانه هيكون هو فيلن فيلم سوبرمان الجاي. فجزئيه ان ليكس روسر بعرف ان في بوابه ابعاد اعتقد هتكون المدخل لفيلم سوبرمان مان اوف تومورو، عشان جيمس جان كان صرح وقال ان نهايه الموسم الثاني لبيس ميكر هتكون البدايه لفيلم سوبرمان الجاي. بعدين بنشوف ريوتا بتلاقي الباب بتاع البعد التاني اللي فيه كريس، وده لما تلاقي الخواذ قدام الباب، وادريان يبقى عارف الرقم السري بتاع الباب فيفتحوه يدخلوا. وكيس يشوف اميليا اللي فاكر انه سايبها مع اخوه، بس هي تقول له هرجعني عشان اخد حاجه. بعدين يقول لها انه رايح على ارجوس وياخدها معاه في السكه، وتسيب وراها ليوتا وايكونوموس وادريان واللي يبقى هيموت ويقابل نسخته التانيه. ونشوفه فعلا بيروح على بيته اللي زي بيته بالظبط ويقابل نسخته التانيه، والاتنين مع بعض نفس الجنون، مفيش فرق، كل حاجه فيهم شبه بعض ما عدا حاجه واحده، ان ادريان من البعد ده بيكره بيس ميكر جدا، وبنعرف انه منضم مع مجموعه اولاد الحريه واللي كان كريس واجههم وقتلهم قبل كده. وهنا اعتقد ادريان بتاعنا هيفهم كل حاجه عن البعد ده وان النازيين بيحكموه بشكل عنصري. بعدين بنشوف اميليا بتوصل مع كيس لارجوس والكلب بيشم ريحه المخدرات اللي عليها. بعدين كريس يجي اللي بيتفاجئ في الاول بوجودها، وبنشوف الاتنين بيتعاتبوا سوا في الكلام وتفهموا انها بتهتم بيه، وانها لما ضربته كان لمصلحته عشان تنقذه من ساشا سايبورغ اللي كانت بتوجه مسدس عليه وهو ولا دريان، وتعرفوا انها مش زيه وانها عندها مشاكل في مشاعرها وانها بتروح تتعارك مع ناس تانية عشان عندها مشاكل داخليه، وهو يتكلم معاها انه ما كانش عارف بحوار ريك فليك جونيور، وهي تقول له انهم ما كانوش بيحبوا بعض بس كانوا قريبين. بعدين لما يخرجوا من الاوضه تقول له انها مش شايفه اي ناس ملونه، وهو يقول لها اكيد لا، لحد ما يشوف علم امريكا ويلاحظ عليه الشعار النازي، لانه زي ما قلت ولا كان واخد باله الجهل هو كريس. وحظها السيء ان اميليا التانية بتوصل وتقول لهم يمسكوها، لكن لو قلت ان حظها سيء فمش هيكون اسوأ من اللي شافته ليوتا لما خرجت عشان تتمشى في الشارع والناس بقت تجري وراها. وفي حته هنا بنسمع كيس بيقول الظاهر انها هربت، وده معناه ان اي حد مش ابيض غالبا محبوس في سجن ما مخصص ليهم. لو ناسين احنا ما سمعناش حاجه عن جودا ماستر من الحلقه اللي فاتت، فممكن هو كمان اتمسك او يحاول يهرب منهم زي اليوتا كده. وفي الاخر بنشوف ايكونوموس مع اول قلم يعترف بكل حاجه ويقول لابو كريس انه جاي من بعد تاني وان ابنه مش ابنه وقتل ابنه. فمتحمس جدا اشوف ايه هيحصل في الحلقه الجايه بعد كل الحوارات اللي حصلت دي. وفعلا الحلقه حلوه جدا زي ما جيمس جان قال. وبس كده، ده هيكون نهاية شرح وتحليلي لكل حاجة خاصة بالحلقة السادسة من مسلسل بيس ميكر الموسم الثاني، واتمنى الفيديو يعجبكم واستنى اعرف رأيكم في التعليقات. وفي الاخر اتمنى محدش ينسى اللايك والاشتراك في القناة لو لسه مش مشترك، وتفعلوا جرس التنبيهات، وفولو صفحات شيف افلام على التيك توك والانستجرام علشان يوصل لكم كل جديد. سلام.